السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة. هنزل بمعلقتين من السمنة، سواء سمنة هولندي أو سمنة بلدي عندي أو زبدة صفرا. وعندي بصلتين كنت بشراهم بالكبة، حطيتهم في الكبة لحد ما طحنتهم. هبتدي ان انا احمر في البصلة. ومجهزة نص كيلو من اللحمة المفرومة جايباها من عند الجزار. هدبل البصلاية كده وهبتدي انزل باللحمة المفرومة النص كيلو اللي عندي، وابتدي اشوح فيها، وابتدي ان انا اقلب تقليب كويس جدا. احنا عارفين طبعا البهارات اللي هتتحط: فلفل اسود، ملح، فلفل اسود معلقة صغيرة، فلفل اسود، تلات ارباع معلقة بهارات لحمة، معلقة بابريكا، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر. وابتدي اقلب فيهم تقليب كويس لحد ما يتشربوا من بعض. لو احتاجت مية ممكن احط نص كوباية مية. ابتدت انها تتشرب، ما احتاجتش مية، هبتدي ان انا انزل بالملح بتاعي. الملح ده اخر حاجة بحطه عشان ما يعكس في سوى اللحمة المفرومة، انا بحب احطه اخر حاجة. عندي كيلو من الدقيق، نص معلقة ملح، حاطة كيس لبن نيدو، وعندي مية دافية من الكتل، كنت عاملة مدفية مية. وهبتدي اعجن العجينة بتاعتنا، وانزل على حسب الطلب اللي انا محتاجاه. وعندي ربع معلقة، ربع كوباية من الزيت برضو مجهزاها. والخميرة بتاعتي كيس من الخميرة الفورية، وحط عليها نص معلقة سكر ومية سخنة عشان تفور. بس هعجن الاول وفي الاخر هبتدي احط المكونات بتاعتي. هعجن الدقيق، ربع كوباية الزيت نزلت بيها، بس لازم اعجنها عجن كويس جدا وتكون متماسكة. وهنزل بالخميرة الفورية بتاعتي اللي انا سبتها، كنت بختبرها بالمية السخنة والسكر، وهبتدي ان انا اعجن فيها عجن كويس جدا. ده شكلها، وهبتدي اسيبها لحد ما تخمر. كنت جايبة ربع جبنة رومي، ابتديت ابشرها بشر ناعم. بقت جاهزة معايا دلوقتي وانا كده محضراها. كده خمرت معايا العجينة، سبتها ساعتين. طبعا في الحر ده على طول العجينة بتخمر. هبتدي ان انا اقطعها اربع قطع، عشان هشكل منها لكذا بيتزا. هعمل بكذا طعم الولاد بيحبوه عندي. وانتي زي ما تحبي، عايزة تعمليها بالهوت دوج، عايزة تعمليها بالمفروم، بالتونة، بأي طعم حباه. انا هعملها لكم النهاردة باللحمة المفرومة. هبتدي اقطع فيها. عندي الصواني بتاعتي كبيرة كده، يعني انا بقطع القطعية كبيرة شوية عشان يدوب على قد الصينية. اقطع، اخلي الكيلو على 4 بيتزات. ببتدي ان انا اقرص فيها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. دي تالت بيتزاية عندنا، ودي اخر واحدة هقطعها. وابتدي ان انا اجهز الحاجة بتاعتي. بدهن الاول الصينية بتاعتي بالزيت، زيت ذرة. وهبتدي ان انا العجينة ابتدي ان انا افرد فيها. هي بتروح وبتيجي معاكي، بس انتي خليكي وراها لحد ما تتفرد خالص على قد الصينية بتاعتك، سواء صينية كبيرة او صينية صغيرة. بس لو الصينية صغيرة صغري شوية في العجينة. بس انا عاملة العجينة كبيرة شوية عشان الصينية بتاعتي كبيرة. عندي كيس من الصلصة بالفرشة بتاعتي. هبتدي ان انا اعملها على العجينة الصلصة بالفرشة، وابتدي ادهن كده العجينة كلها من جميع الجوانب. وهنزل بالجبنة الموتزاريلا اللي عندي على العجينة. وعندي ميكس جبن هنزل بيه. وهنزل باللحمة المفرومة، نص كيلو اللحمة المفرومة اللي عندي، هبتدي ان انا اوزعه بالشكل ده.
وكان كنت مقطعة طماطم شرايح رفيعة، ومقطعة فلفل شرايح رفيعة، وجبت زيتون مخلي برضو مجهزاه. طبعا هبتدي ان انا انزل باللحمة المفرومة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي ان انا احط عليها الطماطم شرايح تكون مقطعيها رفيع زي ما انا عاملة كده. هبتدي انزل بيها وبالشكل ده. وبعدين عندي الفلفل برضو الشرايح، واضغط عليها عشان تلزق في العجينة، عشان ما تطلعش من العجينة بتاعتي. ابتدي ان انا اضغط ضغط كده خفيف زي ما انا بعمل. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالزيتون. انا بحب الزيتون الاسود والاخضر. لو حابه تحطي اخضر حطي، حابه تحطي اسود حطي. انا بحب ايه في البيتزا بالذات ان انا اكتر من المكونات عشان تديها طعم حلو ومزازه. دلوقتي نزلت بالزيتون الاسود بتاعي، وابتدي انزل بالاخضر، يعني بزوقها بقى بالشكل اللي انا حباه، الزيتون الاخضر والاسود. وفي الاخر هحط عليها اللي هو الجبنة الرومي اللي انا بشرتها قدامكم. دي اخر حاجة هحطها، وابتدي اضغط الضغط بتاعي كويس جدا عشان ايه تثبت في العجينة بتاعتي. وده الشكل النهائي بتاعها، وبألف هنا وشفا. وهنبتدي ان احنا ندخلها الفرن ونطلعها ونقطعها قطع مثلثة بالشكل ده. وكانت غاية في الجمال وتحفة، طعمها حلو جدا. جربوها بالطريقة دي طريقة مختلفة للبيتزا، وهتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك للقناة.